مساء الخير. نهائي كاس مصر ما بين الزمالك والأهلي، وفوز الزمالك 3-1 على النادي الأهلي. كلامي النهاردة مش تحليل للمباراة ومين عمل ايه وكان المفروض فلان يغطي على فلان والكلام ده. مش دي الكورة اللي انا بفكر فيها. اللي حصل حصل. انا بتكلم على حاجات حصلت في المباراة غلط ومفروض نتفاداها في المباريات الجاية، او حاجات صح حصلت في المباراة ومفروض نكمل عليها ونزود عليها كمان في المباريات اللي جاية. أول حاجة وأهم حاجة في الحاجات دي التصريحات بتاعت مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور قبل الماتش لأول مرة من سنين كتير قوي. تصريحات هادية، نبارك للكسبان والخسران، وإحنا فرقتنا جديدة والأهلي فرقته جديدة، مدرب جديد ومدرب جديد، فالمباراة مهم تطلع بشكل كويس. هدوء، هدوء حلو قوي. خلى مؤمن سليمان اللي قاري الزمالك قوي وقاري قدرات لعيبه الزمالك قوي يحط خطه بناء عليها، بناء على قدرات اللعيبه دي. مؤمن سليمان، ودي نقطه مهمه جدا ولازم الناس تاخد بالها منها، ان لعيبه الزمالك لعيبه دفاعيه. ما عندكش آه، حلول هجوميه تخليك تهجم على الاهلي او تهجم حتى على اي فريق، ودي مشكله كبيره. انت ما عندكش طرفين بيجروا هجوميين، ما عندكش ناس بتشوط من بره 18، ما بتستخدمش الضربات الثابته كويس، وكل دي عايزه تدريبات وقت طويل قوي. مؤمن سليمان مش عنده الوقت ده، فده خلاه يشوف قدرات بقى قوه لعيبه الزمالك في ايه. قوه لعيبه الزمالك في دفاعهم. عندك 7 لعيبه بيعرفوا يضغطوا كويس، اقوياء بيلتحموا كويس، طوال، وبيعرفوا يستخلصوا الكور العاليه. طيب، عيوبهم، عيوب نادي الزمالك ان دفاعه بيبص على الكوره، ما بيشوفش حواليه فين اللعيبه اللي حواليه. ما بيعرفوش يغطوا على بعض لانهم اندفاع، عندهم اندفاع قوي قوي. ده خلاه لما الماتش ابتدى، خلى الماتش يبتديه بالشكل ده، يرجع كل اللعيبه لورا ويخليهم يقفوا كلهم جنب بعض وقصاد بعض، بحيث ان الكرة لما تيجي ناحية الشمال يتحركوا ناحية الشمال، لما تيجي الكرة تتنقل ناحية اليمين يتحركوا كلهم ناحية اليمين. بس ده خلق مشكلة كبيرة قوي. ايه المشكلة؟ ان شيكابالا وايمن حفني ما بيرجعوش يساعدوا في الدفاع، فبقوا من التلاتة معروف وحامد واحمد توفيق بيتحركوا يمين وشمال. كرة تيجي يمين يروحوا كلهم يمين، الكرة تيجي شمال يروحوا كلهم شمال، لان هما تلاتة. ده خلى ان الكرة لما تبقى شمال اليمين كله يفضى، لما الكرة تبقى يمين الشمال كله يفضى. ده اللي خلى الناس تشوف الزمالك فاضي وعنده مساحات. كان السبب فيه ان ايمن حفني وشيكابالا ما بيرجعوش يدافعوا. ولكن هجوميا مؤمن سليمان كان ذكي جدا من ماتش الاسماعيلي، وهو باين قوي انه مركز في حاجة واحدة بس. هي ايه؟ رجل شيكابالا وايمن حفني في البساط، وتخليص باسم مرسي جوه ال 18. ازاي يخلي باسم يتحرك من ورا الدفاع، مش بخط مستقيم، لا، من وراهم، لان باسم مميز قوي في الحتة دي. وازاي شيكابالا وايمن حفني يباصوا الكورة من ورا او من فوق الدفاع ده. استغل قدرات الزمالك كويس قوي، استغل مهارتهم ورجليهم الحلوة قوي، واستغل قوة وشراسة باسم جوه ال 18. وده كان الجون الاولاني في الاهلي، وده كان الجون التالت كمان في الاهلي. مهم قوي ان اي مدير فني يقرا قدرات لاعيبته. مش عيب ان يكون عندي عيوب، بس العيب ان انا ما استغلش قدراتي وقوتي. وفي مشكلة هنقابلها في افريقيا، بس ده مش وقته. النهاردة اتكلمنا عن الزمالك، كان ايه اكبر عيب وكان ايه اهم ميزة عنده. الجاي ان شاء الله هيبقى احسن، بس في شوية تدعيمات وشوية حاجات مش وقتها دلوقتي نتكلم فيها، هنتكلم فيها في الفيديوهات الجاية. شكرا ليكم، سلام.